في تعبير اسمه تجميل الاسنان الطبي. يعني خلينا نقول ان في كوميرشال اثيتكس ودنتال اثيتكس. تجميل مجرد التجميل هو المفروض بس مش يكون تعبير، هو المفروض تجميل الاسنان يكون طبي، ما ينفعش هو ده يكون الطبيعي. ماشي. بس مش دايما الطبيعي هو اللي بيتم. البيشنت بيبص لحاجه واحده بس، ان انا عايز فينيرز قشره على الاسنان اللي هي الهولي سمايل، او عايز كراون تلبيسه شكلها حلو. هو ده الكونسبت بالنسبه له، او هو بحكم ان هو مش دارس في المجال هو مش بيفهم غير ده. لكن انا ممكن اعمل تركيبه شكلها حلو جدا جدا وتكون ملفته وفي الصوره واو، لكن التركيبه دي ممكن تكون عامله لي مشاكل في البايت في العضه. يعني لما باجي اقفل كده ما احسش ان عضتي دي العضه اللي انا كنت بيها ايام سناني الطبيعيه. يبدا يحصل عندي ما يسمى بالاوروفيشال بين، وجع او الم في العضلات في الاعصاب، ممكن يحصل في مفصل الفك. البيشنت عموما ما بيبقاش مرتاح، ممكن يحصل عنده تغيرات في مخارج الحروف، ممكن التركيبه يكون فيها بروز او تكون طويله شويه فتبدا تضغط على اللثه، فتلاقي ان في ريد لاينز كده، خط احمر ماشي مع رسمه الاسنان كده في منطقه اللثه. فده كله اسمه تجميل اسنان، اسمه تجميل اسنان، لكن بالمواصفات اللي انا قلتها دي فهو تجميل اسنان غير طبي. تمام. فالموضوع مش معتمد على ان انا اعمل تركيبه شكلها حلو. خلينا متفقين على حاجه، لو القصه ان انا اعمل تركيبه شكلها حلو فالتكنيشن اللي هو فني المعمل هو ده دوره، لان هو اوريدي هو اللي بيعمل التركيبه مش انا اللي بعمل التركيبه. لكن ما قبل وما بعد وما اثناء التركيب من تحضير الاسنان بشكل بمعايير طبيه مدروسه، لزق الاسنان او لزق الفينيرز او الكراون بطريقه مظبوطه، مراعاه العضه، مراعاه وضع عضلات الفك، وضع مفصل الفك، كل الحاجات ده لازم يتم بشكل طبيعي جدا ان هو ما يدخلنيش ليتر اون في مشاكل. لو احنا جينا نبص على الكيس دي، هو كان جايب تسوسات موجوده في منطقه اللثه كلها. المريض ده بنقول عليه هاي كيرز اندكس، يعني هو سنانه عرضه للتسوس اكتر من الشخص الطبيعي، بلس ان كان عنده بعض العادات هي برضو اللي مزوده المشكله. فدايما المريض ده بيبقى انديكيتد للفول كفرج، ان انا يعني هو الافضل له ان انا اغطي له كل اسنانه. فلما اغطي له كل اسنانه اغطيها بكراونز شكلها حلو وشكلها حلو، لكن في نفس الوقت لازم اراعي المعايير اللي حضرتك قلت عليها من شويه اللي هو يبقى تجميل طبي.